عسلامة زلفلاوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد آله وأجمعين. مرحبا بكم من جديد في قناتي البسيطة والمتواضعة مع الوصفات السهلة والسريعة. قبل ما نبدأ الوصفة نتاعي حابة نرحب بالمشتركين الجدد. فرحتوني بزاف، ربي يفرحكم إن شاء الله. اليوم رايحة نشارك معاكم وصفة تاع البراج اللي طلبتوها لي مني بالبزاف. رايحة نعطيكم كامل الأسرار والتفاصيل باه ينجح ليكم ويجي لكم مبسس ويذوب في الفم، راكم تشوفوا النتيجة ما شاء الله. خاصة هذيك التحميرة كاين بزاف من الأخوات اللي سقسوني كيفاه يخرج لينا هكا حمر ويجي يعني يطيب على كيما نقولوا يطيب على جهة واحدة. دونك بلا ما نطول عليكم نمر مباشرة لطريقة التحضير. نبداو بسم الله على بركة الله. انا نكيب هذا الكيلة نتاع البواطة تاع المارغرين كما راكم تشوفوا. ها البواطة توزن 500 غرام. رايحة ندير 3 كيلات ممسوحين من السمد يكون متوسط. هنا ثاني رايحة ندير نصف نتاع السمن والباقي رايحين نكملو بالزيت. رايحين نديرو خليط نتاع السمن والزيت، ولا كيما تقدروا ثاني ديروا السمن وحده ولا الزبده وحدها. انا رايحه ندير الخليط ما بين السمن والزيت، ريحتها بنه بزاف بنينه. من بعد ضفت ملعقه تاع العسيله، كيما تقدروا ثاني تعوضوها بملعقه تاع السكر، رايحه يعطيها تحميره شابه بالبزاف مع ملعقه تاع بيكربونات. ونديروا ثاني الملح بيان سور، هنا الملح نديرو على حسب الذوق. هنا ثاني رايحه نديرو 2 مغارف نتاع ماء الزهر. هنا ماء الزهر ما تكثروش بزاف لانه رايحين نديرو البراج، ماناش رايحين نديرو المقروط لانه كاين بزاف اللي يكثروا ماء الزهر. هذيك وصفه تاع المقروط اللي يكثروا فيها ماء الزهر. فوالا، رايحه نفرغ اليد نتاعي للسميد كيما راكم تشوفوا. رايحه ندخل للدام هذاك في السميد بهذه الطريقه حتى نحسوا هذيك العجينه بدات تتلم. نبدا نرش بالماء عادي يكون من الحنفيه عفوا، غير بشويه بلا ما تعجنوها، لموها فقط بالاصابع تاعكم كما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. نخليها تريح وتتشرب كما راكم تشوفوا. انا قسمتها الى 2 كريات. بالنسبه لي الحشو نتاعي انا جبت باكي نتاع الغرس كما راكم تشوفوا، رايحه نديرو كامل. نديرلو ملعقه نتاع الزبده. هنا الزبده رايح يخليه يجي طري بلا ما يتعبنا كي نعجنوه. رايحه نعجنو بالماء الزهر كما راكم تشوفوا، يعني يجي لينا بسهوله. كاين اللي يفوروا الغرس نتاعهم، انا نفضل ما نفوروش، انا نفورو كي نديرو ولا كي نستعملو في المقروط، ولكن كي نديرو هكا في البراج ما نفوروش كامل. رايحه نديرو فقط ملعقه نتاع الزبده ونعجنو بماء الزهر كما راكم تشوفوا، يخرج لينا طري والشكل نتاعو يجي جميل بالبزاف. نغطيه عليه ثاني نخليهم يرتاحوا حوالي 4 ساعة. من بعد راح نجيب ورق نطهي كما راكم تشوفوا، راح يساعدني بزاف باه نحل العجينه نتاعي لانه راهي بزاف هشيشه. رايحه نحلها هكا بالحلل كما راكم تشوفوا. هذاك الغرس نتاعي ثاني حليته هكا على شكل دائري كما راكم تشوفوا. راح نديرو فوق هذيك العجينه، من بعد راح نزيد نديرو العجينه نتاعي من الفوق، راح نحيه بهذه الطريقه، يعني يجي لينا ساهل في الخدمه نتاعو، يعني ماشي واعر بزاف. وتقدروا ثاني ديروا حتى كمشروع راح يدخل لكم ارباح كثيره. فوالا، بعد ما حليت العجينه نتاعي كما راكم تشوفوا لازم نحلوها ماشي رقيقه بزاف وماشي خشينه بزاف كما راكم تشوفوا. من بعد جبت القطاع نتاعي عفوا. رايحه نقطع به البراج نتاعي كما راكم تشوفوا. واذا ما عندكمش هاد القطعه تقدروا تقطعوه بالموس بالسكين عادي. فوالا، هاوليك القوام تاع البراج نتاعنا كيفاش يجي. لازم يجي هكا ماشي رقيق وماشي خشين كما راكم تشوفوا في الفيديو، راه موضح بالبزاف. هنا ملاحظه، كي نديروا البراج نتاعنا ما نطيبوهش ديراكتومون، نخليه في الثلاجه حوالي ما بين ربع ساعه حتى نصف ساعه حتى وين يشد روحو. كيما راكم تشوفوا الطاجين تاعنا لازم يكون سخون والنار تكون متوسطه. رايحه نطيبو عادي كيما راكم تشوفوا، راح يطيب لينا يعني ما شاء الله. هذيك بيكربونات مع العسيله، هذيك اللي تخلي البراج تاعنا
يجينا هكا محمر على جهة واحدة كيما راكم تشوفوا. يعني القوام متاعو ما شاء الله خرج لينا روعة، بلا تعب كيما راكم تشوفوا. ويجي يذوب في الفم ذوبان كيما نقولوا، ويجي طري ويشد مدة طويلة. فوالا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. البراج كيما قلت لكم كاين بزاف من الاخوات اللي طلبوا مني الوصفه، راني جبتها لكم اليوم. نتمنى تعجبكم، نتمنى تجربوها وتشاركوني بالتعليقات نتاعكم. نتمنى اي وحده اللي تجربها ترجع لي بالخبر تقول لي كيفاش اخرج لها. فوالا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم كيما قلت لكم. نخليكم على خير ونتلاقاو في حصه واحده اخرى ان شاء الله. مع السلامه.